بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. معكم عبد الرحمن طلبة، أستاذ التاريخ والجغرافيا، حبايبي أولى إعدادي. رجعنا من جديد. إن شاء الله تعالى بقى هناخد النهارده درس جديد باسم التعدين والطاقة والصناعة في قارة إفريقيا. يلا بينا. في البداية ربنا سبحانه وتعالى أنعم على قارة إفريقيا العديد من الثروات المعدنية، وطبعا الثروات المعدنية ديت هنستغلها في تحقيق حاجة اسمها التنمية المستدامة. وتأكيدا على أن أفريقيا عندها ثروات معدنية، قال لك قد أعلنت الأمم المتحدة أن الفترة من 2016 حتى 2025 هو كان عقد التنمية الصناعية الثالث اللي موجود في قارة إفريقيا. خلي بالك منظمة الأمم المتحدة فيها منظمة جواها اسمها اليونيدو اللي هي خاصة بالصناعة، فالمنظمة دي عملت عقود مع الدول الإفريقية على تحقيق التنمية الصناعية في هذه الدول، وقال لك أن إفريقيا ما شاء الله تمتلك العديد من المعادن ومصادر الطاقة اللي تؤهلها لتحقيق الأجندة بتاعة أفريقيا التي نريدها سنة 2063. هنا بقى يجي لك سؤال مهم، هو انا ازاي هستخرج المعادن الموجوده في قاره افريقيا؟ قال لك بيتم عن طريق نشاط اسمه التعدين. فالتعدين يعني استخراج المعادن ومصادر الطاقه من باطن الارض. وخلي بالك التعدين من الانشطه المهمه جدا في اي دوله او في اي قاره، لان التعدين ده بيوفر لك مصدر للدخل، فلذلك قال لك التعدين في قاره افريقيا هو احد مصادر الدخل المهمه في افريقيا. طب ايه دليلي؟ قال لك حيث يتم استخراج كميات كبيره من المعادن من القاره ويتم تصدير معظمها الى الخارج، حيث ان افريقيا ما شاء الله بتمتلك 30% من الاحتياطي للمعادن الموجوده في العالم. طب دلوقتي علشان اعمل عمليه التعدين محتاج حاجه اسمها المقومات، اللي هي العوامل التي تساعد على عمليه التعدين. فبالتالي قال لك انا عندي نوعين من المقومات، مقومات طبيعيه ومقومات بشريه. المقومات الطبيعيه زي الموقع الجغرافي، نوع الصخور، حركه القشره الارضيه، الاحتياطي للمعدن. اما بقى المقومات البشريه ممثله في الايدي العامله، راس المال، وسائل النقل، والتقدم العلمي والتكنولوجي. اولا الموقع الجغرافي، قال لك كلما كانت مناطق تركز المعادن قريبه من مناطق التركز السكاني والصناعي، الامر ده هيساعد على استخراجها بتكلفه اقل، والعكس طبعا صحيح. يعني لو عمليه التعدين قريبه من المناطق اللي فيها سكان ومناطق اللي فيها المصانع، الامر ده هيخلي تكلفه استخراج المعادن تكون قليله. فلذلك مديلك مثال عشان يوضح الامر ده، قال لك بعد خام الحديد بجبال البحر الاحمر عن وسائل النقل ادى ذلك الى تاخر استغلاله. خلي بالك مصر فيها منجم للحديد في الصحراء الشرقيه ومنجم للحديد موجود في الصحراء الغربيه، ولكن احنا بنستغل اللي هو المنجم الموجود في الصحراء الغربيه. ليه؟ قال لك لان الصحراء الشرقيه للاسف الطريق فيه وعر، اما بقى اللي هو موجود في الصحراء الغربيه الطريق لحد ما مبسط ومسهل، فبالتالي بيتم عمليه التعدين في الصحراء الغربيه. اما الصحراء الشرقيه للاسف مش بنستغل المنجم الموجود هناك، برغم ان الحديد اللي موجود في الصحراء الشرقيه اجود من الحديد اللي موجود في الصحراء الغربيه. تاني بقى عامل عندي اللي هو نوع الصخور، قال لك يؤثر نوع الصخور في انواع المعادن. طب ايه دليل على ذلك؟ قال لك يا سيدي ان الارض فيها اكتر من نوع من الصخور، زي صخور ناريه او متحوله او صخور رسوبيه. وطبعا الصخور الناريه والمتحوله بطلع منها اللي هو الذهب والنحاس والالماس، اما الصخور الرسوبيه بتطلع لي الفوسفات والجبس. ايه بقى الصخور الناريه والمتحوله والرسوبيه؟ قال لك الصخور الناريه ديت هي التي تكونت نتيجه بروده او تجمد الماده المنصهره الخارجه من باطن الارض الى السطح عن طريق البراكين، اللي هي اللافا اللي بتطلع من البراكين لما بتبرد وتجمد تتحول الى الصخور الناريه. طب الصخور بقى المتحوله، قال لك هي صخور تحولت تدريجيا من نوع الى اخر بسبب الضغط والحراره، والامر ده يحدث في اعماق القشره الارضيه. اخر بقى نوع عندي اللي هي الصخور الرسوبيه، قال لك دي تكونت من بقايا كائنات حيه ومفتتات رمليه وطينيه ترسبت فوق بعضها وتعرضت برضه للضغط والحراره. يبقى خلي بالك الفرق ما بين الثلاث انواع من الصخور، ان الناريه دي كانت نار وتجمدت، اما بقى المتحوله كانت لها شكل وتغيرت الى شكل اخر، اما الرسوبيه تكونت عن طريق ان هي ترسبت فوق بعضها البعض فكونت لي شكل. اما بقى يا سيدي العامل الثالث اللي هو حركه القشره الارضيه، قال لك ان العامل ده بيساعد في تركز المعادن في بعض المناطق دون غيرها. يعني هنلاقي المعادن موجوده في مكان ومش موجود في مكان اخر، وطبعا بقى بتاخد اشكال مختلفه زي مثلا شكل العروق او تكوينات مائله زي عروق طبعا الذهب. اخر بقى عامل عندي وهو الاحتياطي الخاص بالمعدن، قال لك ان العامل ده هو اللي بيحدد ان استغل المنجم ده ولا ما استغلوش.
فبالتالي قال لك تحدد الجدوى الاقتصادية لاستغلال المناجم بناء على تقدير كميات المعادن المتوفرة فيها. فبعض المناطق تحتوي على معادن ولكن بكميات ضئيلة مما يجعل استغلالها غير مجدي اقتصاديا. يعني لو افترضنا ان الاحتياطي اللي موجود في المنجم قليل فبالتالي مش هيكون مجدي اقتصاديا، يعني مش هيجيب لي فلوس، فبالتالي ما بعملش عملية التعدين. ننتقل بقى للمقومات البشرية. اول عامل عندي اللي هو الايدي العاملة. قال لك كلما كانت الايدي العاملة مدربة بشكل جيد زادت القدرة على تحقيق انتاجية اعلى، لان طبعا كلنا عارفين ان عملية التعدين بتتم عن طريق الانسان، فبالتالي لازم يكون الشخص اللي بيعمل عملية التعدين مؤهل لهذا الامر. تاني عامل عندي اللي هو وسائل النقل. قال لك يؤثر توافر وسائل النقل على تسهيل نقل المعادن من مناطق استخراجها إلى المصانع أو إلى مواني التصدير. تاني أهمية نقل العمال إلى مناطق التعدين. فخلي بالك وسائل النقل هنا بستغلها في حاجتين: نقل المعادن ونقل العمال. تالت بقى حاجة عندي اللي هو رأس المال. قال لك يتطلب التعدين رأس مال ضخم ليه؟ لشراء المعدات ومد شبكات الطرق وتأسيس البنية التحتية اللي هي الطرق والكباري وهكذا. اخر بقى عامل بشري عندي اللي هو التقدم العلمي والتكنولوجي. قال لك بيساعد ده على تحديد اماكن وجود المعادن وبيقدر الاحتياطي بدقه، واقدر عن طريق الاجهزه التكنولوجيه الحديثه استخرج المعادن. ننتقل بقى لاشهر المعادن عندي في افريقيا. قال لك بتنقسم عندي الى 5 انواع: معادن اساسيه، خفيفه، نفيسه، استراتيجيه ونوويه، واخرا كيميائيه. الأساسية زي الحديد، الكروم، النحاس. الخفيفة زي البوكسايت. النفيسة زي الذهب والألماس. أما المعادن الاستراتيجية والنووية زي الكوبالت واليورانيوم. آخرا بقى الكيميائية زي الفوسفات. نيجي بقى لكل معدن الكمية بتاعته الموجودة في أفريقيا وأهم الدول اللي بتنتجه. أول معدن عندك بقى من المعادن الأساسية اللي هو الحديد. قال لك أهميته إن هو بيستخدم في صناعة الصلب ووسائل النقل. أفريقيا بتنتج منه حوالي 4% من الإنتاج العالمي، ولكن للأسف بيصدر معظم الإنتاج إلى الدول المتقدمة. يعني أفريقيا مش بتصنع من الحديد أي حاجة. طب أهم دولة بتنتجه طبعا جنوب أفريقيا. أما بقى المعدن التاني اللي هو النحاس، أهميته يدخل في الصناعات الكهربائية والصناعات الإلكترونية وصناعة الأسلاك. أفريقيا بتنتج منه حوالي 15.7%. تالت بقى معدن عندي من الأساسي اللي هو الكروم. قال لك ده بيدخل في صناعة الحديد والصلب وصناعة الطوب الحراري. أفريقيا بتنتج أكثر من نصف الإنتاج، يعني أكثر من 50%. وأكثر بقى دولة بتنتجه وهي دولة برضو جنوب أفريقيا. إذا جنوب أفريقيا بتنتج الحديد والكروم. تاني بقى نوع من المعادن عندي اللي هي المعادن الخفيفة زي مثلا البوكسايت. طب لما سميت بمعادن خفيفة؟ قال لك لأنها سهلة التشكيل. أهمية البوكسايت قال لك ده المادة الخام لإنتاج الألمنيوم اللي بيخش في الكثير من الصناعات زي إيه؟ زي صناعة الطائرات والسيارات. قال لك أفريقيا بقى بتنتج أكثر من ربع الإنتاج العالمي. أهم دولة عندك بقى في إنتاج البوكسايت طبعا دولة اسمها غينيا. ثالث بقى نوع عندي اللي هي المعادن النفيسة زي الذهب والألماس. الذهب أهميته إنه بيستخدم في صناعة الحلي وبعض الأدوية والصناعات الإلكترونية. أفريقيا بتنتج حوالي ربع برضه الإنتاج. أهم دولة عندك هي دولة غانا. أما بقى تاني معدن في المعادن النفيسة اللي هو الألماس. أهميته قال لك بيستخدم في صناعة المجوهرات وبعض الصناعات الثقيلة. أفريقيا طبعا بتحتل المرتبة الأولى عالميا في إنتاج الألماس، حيث إن هي بتنتج أكثر من نصف الإنتاج العالمي. وأهم دولة عندك طبعا دولة بتسوانا. نخش بقى الرابع نوع عندي اللي هي المعادن الاستراتيجية والنووية زي طبعا معدن الكوبالت واليورانيوم. الكوبالت من أهميته إن هو معدن استراتيجي وبيخش في صناعة بطاريات الهواتف الذكية والسيارات الكهربائية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية. أفريقيا بتنتج منه 3/4 الإنتاج يعني 75%، وأول دولة كونغو. أما بقى المعدن الثاني اللي هو اليورانيوم من أهميته اللي هو معدن نووي يستخدم في إنتاج الطاقة النووية. أفريقيا بتنتج منه حوالي 17%. وأهم طبعا دولة عندي اللي هي دولة اسمها ناميبيا. آخر بقى معدن عندي اللي هو الكيميائي زي الفوسفات. أهميته بيخش في صناعة الأسمدة والمنظفات. أفريقيا بتنتج منه خمس الإنتاج العالمي. أهم بقى دولة بتنتج الفوسفات هي دولة بتقع في شمال إفريقيا وهي المغرب. المغرب أولى إفريقيا والثاني عالميا في الإنتاج. يبقى خلي بالك في شوية حاجات كده متشابهة بالنسبة للمعادن. يعني مثلا الكروم والألماس أفريقيا بتنتج في الاثنين أكثر من نصف الإنتاج، فده تشابه. في مثلا تشابه تاني اللي هو البوكسايت
الذهب برضه أفريقيا بتنتج منه اللي هو أكثر من ربع برضه الإنتاج. في مثلًا تشابه تاني ما بين النحاس والكوبالت، إن الاتنين بيخشوا في صناعة الأجهزة الكهربائية والحاجات اللي هي الإلكترونيات يعني. هنا بقى في نقطة مهمة أوي، أنا إزاي أعرف المعدن وأول دولة؟ خلّي بالك الحديد والكروم، خلّي بالك حديد وكروم يبقى جنوب أفريقيا، حديد، كروم، جنوب أفريقيا، واو، فاهم؟ حديد، كروم، جنوب أفريقيا. أمّا بقى المعدن اللي هو التاني البوكسيت، يت، غينيا، بوكسيت، غينيا، بوكسيت، غينيا، خلّي بالك عشان تربط ما بين الاتنين. الذهب جانا، عارف اللي هي غانا، فالذهب جانا، جالنا يعني، الذهب جانا. الألماس بتسوانا، ألماس بتسوانا، ألماس بتسوانا، فاهم؟ المعدن بقى اللي هو الكوبالت، كاف، كونغو، كوبالت، كونغو، كوبالت، كونغو. هنا بقى في معدن اللي هو يورانيوم، يورانيوم، الدولة فيها يورانيوم، ناميبيا، ناميبيا. آخر بقى معدن اللي هو الفوسفات عادي بقى المغرب عشان ما عرفتش أربطها، فهي الفوسفات طبعًا المعدن الوحيد اللي الدولة تقع في شمال أفريقيا. تاني بقى جزء عندي وهو مصادر الطاقة في قارة أفريقيا. قال لك قارة أفريقيا بالنسبة لمصادر الطاقة هي فقيرة في نوع وغنية في نوع. فقيرة في الطاقة الإحفورية وغنية في الطاقة المتجددة. إيه بقى الطاقة الإحفورية والطاقة المتجددة؟ قال لك الإحفورية دي زي الفحم، البترول، الغاز. أما بقى المتجددة زي الشمسية، الكهرومائية، وآخرًا الرياح. تعالَ مع بعض بقى نشوف كل نوع من الطاقة وموجود فين وأول دولة هي إيه. أولًا الطاقة الإحفورية، تعريفها قال لك هي الطاقة الناتجة عن حرق مواد ذات أصل حيواني أو نباتي، تستخرج من باطن الأرض وينتج عن حرقها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، ولذلك بتسبب التلوث للبيئة. طبعًا بقى زي الفحم والبترول والغاز. فالفحم ده قال لك هو من أقدم مصادر الطاقة اللي الإنسان عرفها، وينتج عن حرقه تلوث كبير للبيئة، ويعتبر ده مصدر طاقة رئيسي في العديد من الدول الأفريقية، وأهم دولة هي دولة جنوب أفريقيا بتاعة الحديد فكر كده معايا اللي هي مين؟ الكروم، حديد، كروم، جنوب أفريقيا، حديد، كروم، جنوب أفريقيا. تاني بقى حاجة عندي اللي هو البترول. قال لك البترول ده من أهم مصادر الطاقة ويؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يعني ارتفاع مستوى الدخل والقضاء على البطالة وتوفير فرص عمل، كل ده بيجي عن طريق البترول. أهم بقى الدول اللي بتنتج في أفريقيا البترول، وقال لك إن الدول ديّة بتنتج حوالي 80% من إنتاج البترول بس في قارة أفريقيا، اللي هم نيجيريا، الجزائر، أنجولا، ليبيا، ومصر. الغاز، قال لك ده مصدر طاقة مهم ونظيف ورخيص الثمن. أهم الدول برضو اللي موجودة فيه الجزائر، مصر، ونيجيريا، والدول دي برضو بتنتج 80% من الغاز في قارة أفريقيا. تاني بقى نوع من المصادر اللي هي مصادر الطاقة المتجددة، وهي المصادر التي لا تنفذ وطبعا غير ملوثة للبيئة. أهم طاقة عندك هي الطاقة الشمسية. قال لك الطاقة الشمسية إن أفريقيا الموقع الفلكي بتاعها علشان مميز، فأدى ذلك إلى تلقيها معدلات إشعاع شمسي بشكل كبير سنويا، يعني الشمس على طول موجودة في أفريقيا، فمما يجعلها من أفضل القارات التي استفادت من الطاقة الشمسية. وطبعا الدول اللي بتنتج مصر، جنوب أفريقيا، المغرب. أما بقى الطاقة اللي بعد منها اللي هي الكهرومائية، قال لك برضه هي أول مصدر طاقة متجدد اللي أفريقيا قدرت تستثمره. طب ليه؟ علشان أفريقيا عندها أنهار ومساقط مائية. خلي بالك إحنا قدرنا نستغل الطاقة الكهرومائية علشان عندنا الأنهار والمساقط. المساقط دي اللي هي الشلالات. الأنهار زي الكونغو، زي النيل، زي أورنج، زي زمبيزي، وآخرا النيجر. أهم بقى الدول المنتجة عندك طبعا أثيوبيا وجنوب أفريقيا، وآخرا مصر. آخر بقى طاقة عندك اللي هي طاقة الرياح. قال لك مناطق شمال وشرق وجنوب أفريقيا هي الأكثر ملائمة لمشروعات طاقة الرياح. طب ليه؟ قال لك بسبب انتظام هبوب الرياح بسرعة مناسبة. يبقى خلي بالك أنا عندي 3 مناطق في أفريقيا بستغل منهم طاقة الرياح: شمال وجنوب وشرق، مش غرب. خلي بالك شيل الغرب اللي هو يمة المحيط الأطلنطي، أنا بستفاد من يمة الشمال والجنوب والشرق. طب أهم الدول بقى المنتجة طبعًا وبتتصدر الإنتاج زي مصر ومغرب وجنوب أفريقيا. يبقى خلّي بالك مصر والمغرب وجنوب أفريقيا ذُكرت طبعًا بالنسبة للطاقة المتجددة بشكل كبير، وطبعًا برضه بالنسبة للطاقة اللي هي الغير
متجدده برضو مصر كان ليها نصيب. اخر بقى جزء عندي وهو الصناعه في افريقيا. خلي بالك بالجزء اللي احنا خدناه من شويه ده بيبين ان افريقيا ما شاء الله عندها ماده خام، عندها مصادر طاقه متجدده، عندها ايدي عامله، عندها سوق كبير، فبالتالي عندها صناعات متنوعه. ايه بقى الصناعات اللي عندي؟ عندك نوعين من الصناعات، صناعات استخراجيه وصناعات تحويليه. الاستخراجيه زي الصناعات التعدينيه، الرخام والجرانيت، قطع الأخشاب، آخرا صناعة الزيوت. أما بقى الصناعات التحويلية بنقسمها إلى صناعات تحويلية خفيفة وصناعات تحويلية ثقيلة. الخفيفة زي الغذائية والمنسوجات، أما بقى الثقيلة زي الكيميائية والمطاط وتكرير البترول والصناعات المعدنية. طب أهم الدول في التحويلية الخفيفة طبعا مصر. أما أهم الدول في الصناعات التحويلية الثقيلة عندك جنوب أفريقيا، مصر، غانا، وأخيرا الجزائر. ولكن، واول ما تسمع كلمه ولكن تعرف ان في كارثه. قال لك برغم ان افريقيا عندها تقدم ملحوظ في الاقتصاد والتنميه، الا انها اقل قارات العالم من حيث التطور الصناعي. ليه؟ عشان عندها مشاكل. عندي بقى يا سيدي 6 مشاكل بتواجه الصناعه في افريقيا. اول بقى مشكله عندي وهي ضعف البنيه التحتيه وضعف شبكات النقل والاتصالات، اللي هي بقى الكباري والطرق ووسائل الاتصالات والكلام ده. تاني مشكله عندي وهي اهتمام القطاع الخاص بالصناعات الاستهلاكيه التي تحقق ارباح سريعه زي السلع الغذائيه. خلي بالك الصناعات في منها نوعين تانيين، اللي هو صناعه استهلاكيه او انتاجيه. طبعا الافضل الصناعات الانتاجيه، فللاسف معظم القطاع الخاص عندنا في افريقيا بيهتم بالصناعه الاستهلاكيه مش الانتاجيه. ثالث مشكله عندي اللي هي ضعف التعاون الاقليمي بين الدول الافريقيه، يعني الدول الافريقيه مش بتتعاون مع بعضها البعض، مش زي الاتحاد الاوروبي كده. رابع مشكلة عندي اللي هي الحروب وعدم الاستقرار السياسي في القارة. خامس مشكلة عندي إن أفريقيا بتصدر المعادن على شكل مادة خام للأسف بأسعار منخفضة، وبتستورد المنتج ده بس مادة مصنعة بس بأسعار عالية. لك أن تتخيل بنصدر لهم الحديد بسعر منخفض وناخد العربيات بأسعار عالية. فطبعا هنا في فرق ما بين اللي هو المادة الخام والمادة المصنعة. آخر بقى مشكلة عندي اللي هي نقص رؤوس الأموال، مفيش فلوس، وافتقار بعض الدول الافريقيه للايدي العامله المدربه. للاسف الايدي العامله هنا مش مدربه. طب ايه اللي حصل؟ قال لك ادى ذلك ان احنا بنعتمد على الشركات الاجنبيه، وطبعا بندي لها بقى بالعمله الصعبه. طب عرضنا المشكله، ازاي نحل هذه المشكله؟ قال لك بقى جهود افريقيا للنهوض بالمجال التعديني والطاقه والصناعه. فقال لك برضو افريقيا بدات ان هي تتجه ل7 حلول. ايه هم؟ واحد، التوجه نحو الصناعه الخضراء والتعدين المستدام ودعم الطاقه المتجدده. يعني من الاخر ان احنا نروح يمه الصناعه اللي هي مش بتلوث البيئه، او التعدين اللي هو المستدام، اللي انا اعمل عمليه التعدين والبي احتياجات الجيل الحاضر وبرضه احافظ على الاجيال اللي هي هتيجي ان شاء الله. تاني حل، انشاء تكتل اقتصادي ومناطق التجاره الحره علشان اقضي على ايه؟ اقضي على ضعف العلاقات بين الدول الافريقيه. رقم بقى 3، سعي الدول الافريقيه للتحول من ثقافه الاستهلاك الى ثقافه الانتاج، اللي هو الجزء اللي هو كان خاص ان القطاع الخاص بيهتم بالصناعات مين؟ اللي هي الصناعات الاستهلاكيه مش الانتاجيه. طب لما اعمل الامر ده ايه اللي يحصل؟ قال لك يؤدي ذلك الى زياده الاستثمار وتوفير فرص اعمال جديده. رقم 4، تطوير البنية التحتية اللي هي الطرق والنقل والمواصلات. رقم بقى 5، رفع كفاءة العمال والفنيين ودربهم على التكنولوجيا الحديثة. رقم 6، اهتم بالتعليم الفني اللي هو الخاص بالزراعة والصناعة والتجارة والسياحة وهكذا. آخر بقى حل عندي اللي هي إنشاء مناطق اقتصادية خاصة. طبعا المناطق الاقتصادية دي اللي هي بتحقق فيها التنمية المستدامة، وادي لها مزايا وتسهيلات عشان اطور الصناعه والتصدير. زي مثلا قال لك في مصر في 10 مناطق اقتصاديه زي المنطقه الاقتصاديه اللي موجوده في شمال غرب خليج السويس. وبكده اكون الحمد لله تعالى قدرت اخلص الدرس بتاعي، واستنوني ان شاء الله تعالى في الدرس الجاي باسم السياحه ومواقع التواصل العالمي في افريقيا. وفي الختام، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.